موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن العادات والتقاليد، موروث شعبي ورمز بلاد الرافدين. أكيد حتى نحكي أكثر بهذا الموضوع نحب نستضيف ضيفنا الكريم المهندس فارس عبد الستار، عضو هيئة خبراء التراث في العالم العربي ومستشار مؤسسة تراث الموصل. صباح الخير أستاذ فارس. صباح النور عليكم وعلى كل متابعي ومشاهدي قناة العراقية. صباح الخير أستاذ فارس، شكرا طبعا لأن صرت ويانا وقبلت الدعوة ببرنامج صباح الوطن. صباح النور. بداية أستاذ فارس، خلينا نعرف مفهوم أو تعريف العادات والتقاليد العراقية اللي هي ناخذها من منظور تاريخي، من منظور تراثي، وشنو اللي يخلي هذه العادات والتقاليد تكون متجذرة في ذاكرة العراقيين؟ طبعا موضوع يعني مهم جدا، يعني بصراحة أنه طرحته اللي هو العادات والتقاليد. حتى تكون الصورة واضحة، يعني يجب أن نتكلم عن ما العادات والتقاليد هي دائما مترادفة، ودائما احنا نستخدمها كعبارة يعني متصلة، لأنه تربطها كثير من الأمور. لكن أحب أوضح نقطة جدا مهمة، وهي أنه هناك فرق ما بين كلمة العادات وما بين كلمة التقاليد. حتى أعطي تعريف صحيح وكامل لهذا الأمر، راح أعرف العادات لوحدها وارجع أعرف التقاليد وراح نربط بيناتهم. العادات هي الأمور اللي يعتاد عليها الأشخاص مثلا أو العوائل أو المجتمعات المنفردة بحياتهم اليومية بشكل مستمر، وتكون ممكن أن تتغير مع الوقت، ممكن تتغير مع طبيعة هذه المجتمعات. التقاليد هي أوسع وأشمل. التقاليد هي عبارة عن الموروثات، سواء كانت هذه موروثات اجتماعية، موروثات ثقافية عبر الأجيال، تنتقل من جيل إلى آخر، تم توارثها عبر مئات السنين، آلاف السنين بعض الأحيان. وهذه تشمل كثير من الأمور المتعلقة بالطقوس والديانات، وكذلك المناسبات والقيم والرموز وكل هذه الأمور. يعني حتى أوضح الأمر حتى يكون واضح يعني بشكل أكثر، راح أضرب مثل على على التقاليد وكيف ترتبط مع العادات. مثلا على سبيل المثال لدينا بالتقاليد الأمر المتعلق ب ما يمكن أن يقام بمجالس العزاء. مجالس العزاء هذه متوارثة منذ الحضارات القديمة، يعني منذ الحضارة الآشورية، البابلية، السومرية. اعتاد العراقيون على مجالس العزاء ويقيمون مجالس العزاء. هذه المجالس إذن هي من التقاليد، وهي متوارثة توارثها الأجيال وإلى أن وصلت إلينا. هذه المجالس ممكن أن تكون فيها عادات. العادات هنا راح تختلف حسب طبيعة الجهة التي تقوم بها. يعني على سبيل المثال لو أخذنا مثلا مجلس العزاء في المدن، راح نشوف بأنه هو مثلا 3 أيام، راح يبدأ مع بعد العصر، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. طبعا مع اختلاف الديانات، هناك أيضا عند المسيحيين غير تقاليد. مثلا بينما في الريف نشوف مجلس العزاء يكون من الصباح إلى المساء، يكون في المدينة ل3 أيام، في الريف ممكن 7 أيام، ويستمر بعض الأحيان أكثر. فهذه عادة أصبح الأمر يتعلق بطبيعة هذا المجتمع، حتى فيما يتعلق في تغييرها مع الزمن. مجلس العزاء مثلا في المدينة كان 3 أيام، في الفترات الأخيرة في السنوات الأخيرة تم تقليصه إلى 2 يوم، وحتى في قسم من يعني في مثلا في كردستان وغيرها أصبح بعض الأحيان في يوم واحد. فهذه عادة أصبحت وتغيرت نتيجة الظروف، نتيجة أمور كثيرة. فإذا التقاليد هي هذه الموروثات، والعادات هي جزء منها. أستاذ فارس، إلى أي مدى يمكن القول أن العادات العراقية تمثل هوية وطنية مشتركة؟ لأن احنا نعرف اكو تنوع بالطوائف والمكونات أكيد احنا بالعراق.
سؤال مهم جدا طبعا، ويعني يعتبر يعني محور هذا الحديث. معروف جدا بأنه المجتمع العراقي وخصوصا وأيضا في نينوى، هذا المجتمع متنوع في كل ما فيه من قوميات، من أديان، من طوائف، من مذاهب. يعني هناك المسيحيين، هناك المسلمين، هناك اليزيدية، الصابيان، هناك القوميات العرب، الأكراد، التركمان، الشبك، هناك حتى المذاهب، يعني المسلمين سنة وشيعة، المسيحيين كاثوليك، أرثوذكس، أرمن، كلدان. راح نشوف لأنه كل واحد من هذول لديه هويته، هوية منفردة. هذه الهوية خاصة به، تتعلق بكل ما يتعلق بقوميته مثلا، أو مذهبه أو ديانته أو ما شابه ذلك. هذه الهوية بصراحة هي هوية انفرادية، يجب أن يكون هناك بينها رابط قوي جدا يجمعها بشكل كامل. هذه الروابط اللي تجمع كل هذا التنوع الموجود يتمثل في ما يعرف باسم الهوية الثقافية، اللي هي مشتقة من التراث الموجود لدينا، سواء كان هذا التراث مادي أو كان غير مادي. التراث المادي المتعلق اللي هو يعني نقدر نقول هو الآثار والممتلكات المدنية والأبنية التراثية. التراث الغير مادي هو بالتحديد العادات والتقاليد وكل الموروثات التي اعتاد عليها المجتمع العراقي والتي تناقلها عبر مئات السنين وآلاف السنين. هذه راح تشكل هوية مشتركة قوية جدا. كل هؤلاء يجتمعون في المناسبات، يجتمعون في أمور كثيرة مشتركة، ما ممكن تيجي تقول بأنه تفرقهم، وإنما هي مشتركة بيناتهم. ولهذا السبب شكلت هذه العادات والتقاليد هوية جمعية. هذه الهوية بصراحة لها تأثير كبير جدا على التقارب الموجود بين المكونات الموجودة تشكل المجتمع العراقي والمجتمع النينوى. طيب أستاذ فارس، هل هناك عادات وتقاليد أخرى خلينا نقول توارثناها مثل ما ذكرت حضرتك من الحضارات العراقية القديمة؟ هناك عادات كانت تمارس في الماضي واختفت اليوم، شنو هي ممكن تكون يعني شنو الأسباب اللي أدى إلى اختفاء هذه التقاليد؟ أولا العادات اللي ورثناها من الحضارات القديمة هناك أكثر من عادة، يعني هناك عادات كثيرة. أنا ذكرت قسم منها اللي هي ذكرت مجالس العزاء. هناك مثلا الزواج، طقوس الزواج المشتركة. هناك العادات المتعلقة بالأعياد، يعني مثلا على سبيل المثال عيد أكيتو، هذا من الحضارات القديمة، والآن هو مثلا نقدر نقول هو عيد نوروز أو عيد الربيع. هناك كثير من العادات، مثلا الأمور المتعلقة بالحسد. هناك الأمور المتعلقة بالأكلات، يعني على سبيل المثال أكلة البرمة، هذه أكلة آشورية قديمة عمرها أكثر من 3000 سنة، تم تناقلها واستمرت لحد الآن. هذه عادات كثيرة تم تناقلها من الحضارات القديمة، ويعني تقاليد بصراحة أصح حتى نكون، تم تناقلها من الحضارات القديمة واستمرت إلى حد الآن. هناك قسم من هذه التقاليد والعادات تركت، يعني قسم منها بسبب الظروف الموجودة. يعني على سبيل المثال الحصر، يعني نقدر نقول مثلا الحمامات العامة، هذه كان لها تقاليد وكان لها عادات خاصة تم توارثها على فترة طويلة جدا، على مدى فترة فتح الموصل مثلا على سبيل المثال أكثر من 1400 سنة. كان هناك حمامات موجودة شعبية عامة يلجأوا لها الناس لسبب أنه ما كان موجود الماء متوفر في بيوتهم، خصوصا الماء الساخن. الآن تقريبا يعني شبه أصبحت محدودة، وحتى لو كانت يعني الموجودة فهي تختلف اختلاف كامل بتقاليدها وعاداتها عن القديمة، عن الطرق اللي كانت تمارس فيها. هناك مثلا الأمور المتعلقة بتبادل الطعام ما بين الجيران، هذه كانت من العادات الموجودة بشكل كبير جدا، وكان كثير يعني معتادين عليها بشكل مستمر. أيضا بسبب ظروف الحياة وبسبب الانشغال وبسبب كثير أمور تباعد البيوت يعني تغيرت. هناك الألعاب على سبيل المثال، الألعاب الشعبية اللي يلعبها الأطفال خصوصا،
كانوا يلعبوها في الأزقة اللي كانت بين البيوت في المدن القديمة مثل الموصل القديمة. الآن الأمور اختلفت، يعني أصبحت الشوارع عريضة، وأصبح من الصعب جدا ممارسة هذه الألعاب، إضافة إلى أنه توجه الأطفال إلى ألعاب أخرى متعلقة بالتواصل الاجتماعي ومتعلقة بالألعاب اللي تلعب على الكمبيوتر. يعني أكثر من عادة بصراحة بدأت، يعني حتى ما يتعلق بالحرف، كثير من الحرف، يعني مثلا مدينة الموصل كان فيها أكثر من 200 حرفة، كثير من هذه الحرف انتهت، يعني أصبحت غير موجودة. كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد المرتبطة بها أصبحت ما موجودة. يعني مثلا شغلات متعلقة بالزراعة، كان هناك في موسم الحصاد على سبيل المثال كانت أهل المحلة يجتمعون على مثلا ما يسموه الدست السليقة، اللي هو يتم فيه سلق الحنطة وتحويلها إلى مثلا إلى أكلات أخرى. هذه الأمور انتهت وانتفت الحاجة إليها وتغيرت. تمام أستاذ فارس، ممكن نعرف شنو العادات اللي دي يحافظون عليها الشباب لحد الآن؟ يعني اكو كانت عادات، هسه انت تكلمت هواي عادات انتركت، بس شنو العادات الشباب لحد الان اكو دي يحافظون عليها؟ ممكن نعرف؟ يعني العادات اللي يحافظون عليها الشباب هي المتعلقة بمثلا المجالس، اللقاءات، خصوصا ما يتعلق بمراسيم الزواج وطقوس الزواج، حتى في ما يتعلق في الاجتماع حول الولائم. لا ننسى عادات مهمة جدا وتقاليد مهمة جدا، هذه متعلقة بالصفات. يعني في المجتمع العراقي الشغلات المتعلقة بالكرم، متعلقة بالنخوة، تشوف الشباب مثلا إذا ينتخي على فت شغلة معينة، تشوف الكل يعني يسعى لأنه يقدم مساعدة. يعني كل هذه الأمور المتعلقة بالقيم، القيم الصحيحة، فهذه لا زال الشباب الحمد لله محافظين عليها ويتابعوها بشكل مستمر. نعم أستاذ فارس، باعتباركم مستشار لمؤسسة تراث الموصل، شنو اللي يميز العادات والتقاليد الموجودة بالتراث الموصلي مقارنة ببقية مدن العراق؟ يعني إذا أردنا نتكلم عن العادات والتقاليد الموجودة الموصلية، راح أذكر أنه الموصل يعني فيها ميزة موجودة طبعا في باقي قسم من المحافظات، خصوصا مثل بغداد والبصرة. الموصل مدينة مدنية، اعتمدت المدنية منذ البداية، فهي تعتمد في مجتمعها على الانضباط، على الحفاظ على التقاليد القوية مثلا. فهذه أثرت بتأثير كبير جدا على العادات الموجودة. يعني العائلة الموصلية لها خصائصها، يعني ما ممكن تكون منفتحة، ممكن أن تكون عندهم ممارسات خاصة تكون خاصة فقط في العائلة. حتى فيما يتعلق في بيوتهم، البيوت تبنى بطريقة خاصة بحيث ما ممكن أنه الزائر أن يشوف كل العائلة. هناك أمور متعلقة بطريقة الأكل التي قدموها، يعني حتى طريقة استقبالهم للضيف، يعني هناك نوع من الترتيب، نوع من التنظيم، نوع من خلينا نقول الحرص الشديد. كل هذه الأمور لها علاقة بطبيعة أهل الموصل. نوع الأكلات الموجودة لديهم أيضا مختلفة عن قسم المحافظة العراقية، متأثرة بأنه البيت الموصلي يعني دائما يتعودون أن يكون الأكل عندهم بالبيت، فهذه أثرت تأثير كبير جدا، بحيث أن هناك اهتمام كبير جدا من ربة البيت على تقديم أكلات خاصة وأصبحت مشهورة على مستوى العراق. حتى فيما يتعلق في العلاقات الموجودة بين الأطفال في المدارس، هناك ضوابط خاصة، هناك حدود، يعني دائما أنه هذه عيب، هذه ما يصير، هذه كذا. كل هذه الأمور تتعلق بالعادات والتقاليد الموصلية. نعم أستاذ فارس، ممكن نعرف إلى أي مدى لعب دور الإعلام شلون ما نقول منصات التواصل الاجتماعي في تغيير شخصية المجتمع العراقي كالعادات؟ هل دخل الإعلام والتواصل الاجتماعي في تغيير هاي الشخصية بالعادات العراقية القديمة؟
يعني هذه دور الإعلام بصراحة كان في أمور إيجابية وفي أمور سلبية. يعني دائما احنا نستهدف ما يسمى يعني فئة الشباب. حتى حافظ أنا على العادات والتقاليد لازم أنقلها من الأجداد إلى الآباء إلى الأجداد إلى الأبناء. أصبح تواصل الأبناء خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي غيرت كثير من المفاهيم لديهم. يعني كثير من العادات أصبح من تحكي يعني من تتكلم معه حول هذه العادة يعني يبدأ يناقشك في أمور متعلقة بمجتمعات أخرى بعيدة عن المجتمع العراقي. هذه أثرت بشكل كبير جدا. يعني بدأوا يرفضون قسم من العادات. بالمقابل بدأوا يتمسكون في أمور أخرى يعني يشوفوها بغير مكانات بصراحة هي سلبية وغير صحيحة. يعني على سبيل المثال إذا أردت أذكر أمور معينة انتقلت عن طريق وسائل الإعلام لما يكون أكو تصوير لأمور مثلا على سبيل المثال ما يسمى لدينا في الموصل الآن المشاية. يعني هذه يعني هي نوع من أنواع تقاليد الزواج. هي في الأصل تقاليد موجودة، وهي أنه يذهبون مثلا إلى بيت البنت التي يتم خطبتها من قبل الأب مثلا، يأخذ معه ابنه الذي يتقدم للخطوبة، مثلا ممكن يأخذ عمه، يأخذ قسم من الأقارب القريبين جدا، يعني ما يتجاوز العدد 6 7، يتوجهون إلى بيت البنت حتى خطبتها. الآن لاحظنا خلال السنتين الأخيرتين أنه الأمر هذا أصبح به تكليف جدا عالي. يعني أصبح يأخذون عدد معهم عدد كبيرة جدا، 30 40 شخص، أحيانا حتى وصلت إلى 100 شخص، بحيث يضطرون يحجزون قاعة. هذه انتقلت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. الشاب يشوف يشوف هذا الأمر مصور، يشوف الفيديو، كذلك الشابة، فتشوف أنه يفكرون أنه يطبقون نفس الأمر. فهذا بصراحة أمر سلبي. بينما في هناك أمور إيجابية قدمها الإعلام، وهي أنه نقل كثير من التفاصيل الخاصة بالعادات والتقاليد القديمة، نقل كثير من الأمور المتعلقة بالأمثال، بالقصص، بالأكلات، وركز عليها، وكان لها دور كبير جدا في الحفاظ عليها. نعم. طيب أستاذ فارس، كيف ممكن المؤسسات التراثية أو الثقافية أيضا، ومنها مؤسسة تراث الموصل طبعا، يعني كيف ممكن هذه المؤسسات أنه تحافظ أو تقوم بدورها على حماية هذا الإرث وهذه الموروثات، خاصة إحنا أمام تحدي اللي هو اندثار هذه الموروثات الشعبية؟ بصراحة هذا الأمر مهم جدا. يعني احنا دائما نركز في المؤسسات التراثية، يعني خصوصا مؤسسة تراث الموصل، وأيضا المؤسسات الأخرى الموجودة العاملة في الموصل، مثل مؤسسة بيتنا، مثل بيت هنا وغيرها. نركز بشكل كبير جدا على هذا الموضوع. هذه العادات والتقاليد هي مثل ما ذكرتي هي إرث مهم جدا، هي تشكل الهوية الخاصة بالمجتمع، سواء كان المجتمع الموصلي أو مجتمع نينوى أو مجتمع العراقي. من الضروري جدا أن نبقى محافظين عليها، لأنه مثل ما ذكرت هذه العادات والتقاليد تجمع ما بين أطياف المجتمع بشكل كامل. نحن في مؤسسة تراث الموصل عندنا برامج كبيرة جدا في هذا الأمر. أولا من خلال إقامة المتحف المجتمعي الموجود في المؤسسة، اللي فيه مقتنيات العائلة الموصلية، وكذلك من العوائل الموجودة في نينوى، يطلع فيها الزائر على كل ما يتعلق في طريقة الحياة اللي كانت موجودة، يعني كل ما يتعلق في أواني الطبخ وفي أواني الغسل وغيرها وكذا. كل هذه موجودة، ممكن أنه الزائر يطلع عليها ويبدأ يسأل عنها. كذلك عملنا على توثيق هذه العادات والتقاليد والحرف خصوصا في أكثر من مكان، يعني مجموعة كبيرة من الحرف اللي تقريبا شبه اندثرت، يعني قمنا بتوثيقها في فيديوهات ولقاءات مع العاملين عليها. كذلك عملنا على توثيق الأمثال الشعبية، على توثيق اللهجة الموصلية. نعمل على ضمن ما يسمى باسم المتحف الافتراضي على تصوير المواقع القديمة، بحيث أنه يجي يطلع عليها الزوار. زوارنا نستهدف بشكل كبير جدا طلاب المدارس وطلاب الجامعات، هذول ضروري جدا نتوجه لهم
لأنه أنا شلون أقدر أحافظ على هذه العادات والتقاليد إذا ما أقدر أنقلها إلى هذا الجيل، خصوصا الأطفال. نبدأ من طلاب المدارس في الصف الأول ابتدائي، كلهم يزورون المؤسسة ويطلعون على المتحف ويتلقون كثير من القصص اللي يمكن أنه يقدمها المرشدين الموجودين في المؤسسة في هذا الخصوص. نعم أستاذ فارس، ممكن رسالة من حضرتك إلى العراقيين حول أهمية التمسك بالعادات الأصيلة لتعبر عن هويتنا؟ يعني إذا ردنا نوجه رسالة عراقيين نقول بأنه هذه هويتكم، هذه عبارة عن أنا أشبهها بالدي ان اي. يعني احنا نذكر بأنه الإنسان عندما يضيع نسبه راح يلجأ إلى فحص الدي ان اي حتى يحدد هذا النسب. هذه العادات والتقاليد والموروثات سواء كان والتراث المادي وغير المادي هو دي ان اي لهذا المجتمع. إذا هذا المجتمع ما حافظ على هذه الأصالة، إذا ما حافظ على على هذه الموروثات راح يضيع أصله. كثير من المجتمعات في العالم خصوصا الدول الحديثة تحاول أن تبحث يعني بدقة كبيرة جدا عن ما يمكن أن يربط هذا المجتمع عن عادات قديمة. حتى قسم منهم بدأوا يعني بصراحة يختلقون عادات هي يرجعون بها أنه هذه قديمة لكذا آلاف من السنين وهي ليست بهذا الإرث. نحن لدينا هذا الإرث العظيم الذي يعود إلى آلاف السنين، 5000 سنة 6000 سنة. إذا ما قدرنا نحافظ عليه فإذا إحنا ضيعنا هويتنا، ضيعنا المكانة اللي ممكن أنه معروفين فيها. نحن معروفين في العالم بهذا الإرث وبهذه الحضارة. العالم كله يهتم في حضارة بلاد وادي الرافدين، فكيف احنا ما نهتم بها؟ نحن يجب ان نكون نحن الذين يهتمون بهذه الموروثات بشكل كبير. أكيد أستاذ فارس، يعني إن شاء الله كلها هذه جهود تتضافر حتى كلنا نوصل إلى مثل ما ذكرت حضرتك نحافظ على هذا الإرث والموروث الشعبي اللي توارثناه من حضاراتنا العراقية القديمة. أكيد نشكرك أستاذ فارس، المهندس فارس عبد الستار، عضو هيئة خبراء التراث في العالم العربي ومستشار مؤسسة تراث الموصل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ فارس. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. شكرا لك.